هدول كانوا حظنا وحظكم لليوم. شو بقول لكم، ان شاء الله فعلا تكونوا تابعتوهم بطريقه منيحه، وكان برشكم مثل ما انتم بتتوقعوا مثل ما انتم حابين كمان بهيدا النهار. لقاءنا التالي رح يكون ضمن فقره اصدارات جديده، كرمال طلع على اصدار فعلا مميز موجود بين ايدينا، وهو ديوان شعري تحت عنوان ارجوان الشاطئ لنسرين ياسين بلوط يلي موجوده معنا. نسرين صباح الخير. صباح النور. يعني بدنا اذكر شغله قبل ما نفوت بتفاصيل اكثر. ديوان الشعري انه بكره رح يكون في توقيع له من الساعه 6 للساعه 9 بالبيال بالنادي الثقافي، بجناح النادي الثقافي، يعني مش بدار نشر موجوده تحت. نسرين خلينا نبلش بالتفاصيل. يعني اليوم هذا اول اصدار لإليك. نعم. من بعد العديد من الكتابات ومن بعد سنين، يعني هذه كمان تطرح علامه استفهام. اليوم شو هو الدافع؟ نحن بنعرف كثير اشخاص بيتحمسوا للكتابه، او هيك بيكون عندهم موهبه يكتبوا يومياتهم، يكتبوا سيرهم، يكتبوا شعر هيك، بعض الخواطر اللي معي يعني بيكتبوا. بس شو هو الدافع يلي بيدفعك او يلي دفعك انت شخصيا انه تجمعيهم كلهم وتحطيهم بهذا الاصدار؟ هلا انا بدات الكتابه كنت طفله، كان عمري 7 سنوات، بتشجيع من المرحوم الوالده. طبعا يعني هلا يعني بدات بخواطر خربشات، بتعرف الطفله عمرها 7 سنين يعني ما حتعطي هالعطاء المميز. وكانت قراءاتي يعني انضج من عمري بكثير. كان عمري 10 سنوات اقرا لجبران خليل جبران، لميخائيل النعيمي، يعني كانه عندي احساس اني انا حكون بالمهجر مثلهم. سافرت على كندا بعمر مبكر، كان عمري 16 سنه. فزت قبل هون بلبنان بالجائزه الاولى بلبنان برابطه لق اليد. هذه ضمت كل المدارس الثانويه الرسميه والخاصه بلبنان. هلا طلعت الاولى انا، وللاسف يعني ثاقبت لانه اهلي توفوا. خيي الكبير اضطر انه يبعث ورانا على كندا. هنيك بتعرف تجهش الذاكره بالحنين في الغربه. عمليه البحث عن هويتك الحقيقيه. انا طبعا لبنانيه والي الفخر، بس بتعرف لما تروح بعمر صغير عمر 16 سنه وفجاه تنتسب لهويه ثانيه. نعم، هالشيء بيعمل يعني بتحس حالك واقف على يعني حافه هاويه، بين انه توقع بانه هالاحاسيس الفياضه بالشوق وبالحنين، وبين انه يعني تكفي حياتك هنيك عادي. انا كان دائما عندي احساس يعني البحث عن الذات للعوده الى لبنان. طبعا راسلت انا عدد من المجلات الاغترابيه مثل المهاجر والمغترب في كندا وامريكا، وكنت ابعث لمجله الشراع شعر وينشروا لي اياه. ونعم، ولما جيت على لبنان دغري يعني جمعت القصائد اللي انا بحبها وعملتهم بديوان. طيب نسرين، اليوم ما بتضيع الهويه يعني بين الهويه الاجنبيه والهويه اللبنانيه. نعم. خاصه من خلال الكتابات، من خلال اللغه، من خلال حتى الحنين اللي عم تحكي عنه، برايك ما بتضيع يمكن الخبريه؟ ما بعتقد بتضيع، لانه دائما يعني بشدك نوع من الانتساب الاصلي لبلدك. مثلا جبران خليل جبران كان دائما مثلا يتغنى بربوع لبنان. هل تخفى الغابة مثلي منزلا دون القصور. فضل يعني فضل لبنان الغابة على القصور الموجودة ببلد الاغتراب. نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن المضمون. دائما مثل ما ذكرت بيكون في حنين للعوده، حنين للبلد، حنين لكل التفاصيل اللي يمكن العائله، الاجتماعيات، الظهرات، كل هالامور الصغيره اللي عاده الشخص ما بفكر فيه الا وقت يظهر لبرا. انا سؤالي على المضمون هذا الكتاب. يعني اليوم كيف صار تقسيمه؟ شو هي القصص اللي حبيت تركز عليها؟ شو هي المواضيع اللي هي تعتبر كلاسيكيه تقليديه حبيت انه تزيح عنها؟ هلا موضوع هلا الكتاب بيتناول شتى المواضيع الاجتماعيه والانسانيه، مواضيع وطنيه، يعني بتجيش بداخل اي مواطن عربي تجاه وطنه. انا ركزت في مواضيع مثلا صارت بلبنان كتبت عنها مثل جريمه بحرصاف، تناولتها بهذا الكتاب لانه اثرت فيني. الطائره الاثيوبيه، وقوع الطائره الاثيوبيه نفس الشيء. حبيت انه حتى الاحداث اللي جرت بلبنان العام الفائت انه ترجمها من خلال شعر بهذا الكتاب. تناولت مواضيع اكيد عاطفيه، تناولت مواضيع عن المراه، يعني هي هذه القصائد الحب تهدف يعني بهدف غير مباشر الدفاع عن المراه وحقوقها كانسانه، انه هي ما بتعتمد على رجل، تستطيع ان تنهض على قدميها وتبدا حياتها من جديد. الانكسار لا يعني انه هذا نهايه العالم
عرفت علي انه في قصائد لها علاقه بالحب، لها علاقه يعني في نوع من الحوار. نعم. دائما عندك هذا الاسلوب بالكتابه، نعم. انه عم بتخاطب بدغري يا المدينه يا الشخص، وخاصه اذا عم تخاطب الشريك، يعني مثل ما بيقولوا دائما في نوع هيك من هزه، مثل ما بيقولوا انه ليه عم تعمل هيك وليه. هالمخاطبه هالنوع هالاسلوب بالكتابه لشو بيعود؟ يعني متاثره كثير بالكتابات المقال، كتابات يمكن الكتابات الثانيه اللي كنت ترسليهم للجرايد والمجلات؟ لا، أنا يعني أحب أن ألجأ إلى الأسلوب المباشر في كل شيء في حياتي، لا أحب اللف والدوران. نعم، المخاطبة. فعشان هيك بتحس إنه كمان فيها نوع من التمرد. هالقصائد هيدي تمرد نوع ما على المجتمع، على الأشياء اللي حدثت معي سابقا في حياتي. يعني من الضعف أنا رجعت استمديت قوة لو وقفت على إجري. نعم. نسرين، رح نحكي أكثر عن التفاصيل، رح نحكي أكثر كمان على مضمونه، ولكن من وجهة نظرك أنت الشخصية. بطلب منك هذا الكتاب تاخذيه من إيديك، وتقرأي لنا مقطع، تختاري لنا مقطع أنت من قصيدة معينة. على راسي. طلب يمكن هيك منك أنه يكون من هالمخاطبات اللي عم تحكينا عنه، يعني إما مخاطبة الشريك، إما مخاطبة يعني حوارين بين شخصين، حوار بين شخصين عفوا. أوكي. من أنا ومن أنت؟ من أنا ومن أنت؟ أحبك إذا على ما ابتعدت. سافر القطار مبكرا، أخذني معه لمدن نائية يقطنها الحنين ويعج فيها الطوق، ولم أجدك فيها. بحثت في كل ركن وزاوية وتلفت، فلما تأتي اليوم لتقول أحبك؟ في سفر الطويل لم تكن هناك، لم ترى قطرات دمعي تتأوه ألما، ولم تحرك ساكنا عندما نأيت عني، ولم لمت بقايا ذاتي. لما فلوت؟ كفاك كذبا. أحبك إذا على ما ابتعدت. نسرين، لا اتجهت للشعر، خليني اخذ دقيقتين بس تعارض على الهواء. اوكي. لا اتجهت للشعر الحديث، للشعر النثري؟ انا يعني انفاسي ما بتتقطع بالشعر الحديث، مع احترامي لكل انواع الشعر الاخرى. اجد نفسي في هذا اللون من الشعر، يعني استطيع ان اعبر عن ذاتي، عن مكنونات نفسي بحريه وانطلاق. نعم. بدون اي يعني قيود. طب اليوم يعني عم تركزي كمان بعد شوي رح نرجع على كتابة الأغاني، على كتابة كل هيك القصص العفوية مثل ما بيسموها، كمان روايات وغيرها. نعم. أنا سؤالي عن الموضوع، يعني اليوم شو هو الأهم بالنسبة لك؟ الموضوع يلي عم تطرحيه، يعني الرسالة اللي بدك توصليها، الهدف يلي أنت عم تسعى له، ولا طريقة عرضك له؟ يعني اليوم جربت الشعر، جربت النثر، جربت كتابة الرواية، هلا كمان فت بمضمار الأغاني، يعني في تعدد، ما رح نقول تعدد. نعم، ما هو في عندك تعدد او تبدد. انا عندي هيدا شعاري بالحياه، يعني الشخص اللي بيقدر يقدم ابداع بمجال الادب لا يقتصر فقط على الشعر، يمكن على كتابه الشعر باللون يعني العام الشعبي، اللهجه اللبنانيه، ممكن انه تقدمها بشكل روايه. هلا تجربه الروايه صراحه هيدي جديده بالنسبه لي، بس انا يعني عرضت كتابتي على عدد من الاشخاص المثقفين، وقالوا لي بالعكس انت تكتبين الشعر بشكل رائع والروايه بشكل اروع. الروايه رح يكون اسمها مهجة قلبي. هي استمديتها من واقع غربتي، انه ليست بالضروره قصه حقيقيه، هي يعني قصه مزيج من الواقع والخيال. فهيدي الروايه حتكون طويله، يعني حوالي 400 صفحه، وان شاء الله قريبا بتشوفوها. وفي ديوان شعر اخر اسمه تنفسي حريه، انا بصدد اعداده هلا. شو اللي دفعك لكتابه الاغاني؟ بحب اقول لك انه الشاعر سمير نخله، وهيدا صديقي وانا كثير بحترمه وبعزه. لمس فيني انه هالمقدره على انه اكتب اغاني شعر باللغه اللبنانيه، وممكن انه باللهجه اللبنانيه، ويمكن انه يغنوا.
فاكيد علمني الاوزان، لانه ليست بالسهل ابدا انه كتابه الاغاني لها اوزان محدده، لها قوافي لازم تلتزم فيها. وبالاضافه هون بدي اقول لك انه بدك توصل فكره للناس بجمل كثير بسيطه وقليله، يعني هيدي كثير صعبه فيها تفنن. هيدي كثير صعبه. انا يمكن وجهه نظر شخصيه كثير صعبه بالنسبه لانت الاسلوب اللي اخذتيه، لانه اليوم بهذا الشعر بالذات او بالروايه مثل ما ذكرنا 400 صفحه اسم الله عليك، يعني كمان ببعض الاصدارات بنلاحظ شغله انه القصيده اخذت صفحتين وثلاثه ومكثفه يعني بنفس الوقت. كيف قدرتي تختصري هالامور كلها بالاغنيات؟ بالاغاني يعني. عم اقول لك هيدي بدها نوع انه من الابداع المميز، يعني بدك توصل الفكره هلا بالشعر الفصحى بالعكس لازم تثبت بالحق، يعني لازم تفصل. عرفت انه حلو التفصيل بيكون جميل بهذا النوع من الابداع، بس بالابداع بالاغاني المفروض يكون انه في جمل قليله تصل الى الناس بطريقه اسرع. طيب اليوم اي اريح لك بالكتابه؟ الكتابه باللهجه اللبنانيه بالعاميه يعني مثل ما بيقولوا، او بالكتابه الفصحى؟ بس بصراحه كتابه الفصحى. الاغاني انتشارها كمان؟ لا الاغاني الانتشار يمكن هلا بتعرف نحن هون العالم بحبوا الاشياء الخفيفه والسهله والاغاني وهيك، بس انا لانه انا بدات من عمر 7 سنوات اكتب باللغه الفصحى يعني بالشعر وبالادب. طب كان في لك تجارب عربيه هلا عم بتكون؟ نعم هلا الاغاني في تعاون ان شاء الله قريب مع الشاب خالد هون بلبنان، في تعاون مع عدد من الملحنين بعد ما تقرر المطربين اللي حينعطوا الاغاني، بس ان شاء الله بتسمعوا قريبا شيء حلو ومميز قريب للأدب. خليني اقول شغله، يعني اليوم الاشخاص او نعم. كتاب الاغاني اللي عم يكتبوا اغاني ماشيين بموجه معينه وناجحه كثير. انت من خلال تجربتك يفترض اذا ما انا غلطان تكوني بخط مميز، تعطي صوره ثانيه، ما عندنا كثير بنات وسيدات هن اللي بيكتبوا اغاني بلبنان، كيف ممكن تعطي هويه فنيه لك من خلال كتابه الاغاني؟ انا بدي اقول لك يعني ما بكتب الاشياء اللي نحن مثل ما نقول بالعاميه الهشك بالشك، انا بكتب الاشياء اللي بتوصل دغري يعني للقلب. اشياء يعني بدي انا يعني الفنانين المميزين اللي بيحسوا بالكلمه بيتحسسوا. هلا مع احترامي لكل الفنانين، بس انا في نوع معين خط معين من الكتابه انا ماشيه عليه. هلا اكيد في الاشياء الخفيفه مهضومه وعلى راسي وعيني وكله، يعني كل اللي بيكتبوا محترمين بس مش ثقيله. طيب اعطينا مثل صغير عن اغنيه كتبتيها. مثل صغير، حاولت اكتب لك وقعت الكلمة على السطر برداني، حاولت اوصف لك على البعد قديش تعباني، نزلت دموعي على الورق تركض ورا ماضي احترق، تردك مردد غير احزاني. شكرا. نسرين بتحب تكتب للبنات ولا للشباب اكثر؟ لا انا لانه بصفتي انا انثى من امراه لرجل على طول، هيدي يعني ما بعرف ما بقدر انا اطلع منها، هيدي يعني مفروض انه اقدر اكتب لغه خطاب من رجل لامراه، بس دائما انا يعني اخاطب الرجل بشكل مثل ما قلت انت باسلوب مخاطب مثل ما بيقولوا. طيب هيك اليوم عم نحكي عن هالموضوع، عم نحكي عن كتابه اغنيه، في ملحنين مثلا في بعض الالحان يلي او بعض الملحنين خلينا نقول اللي من انت قبل ما اول ما بلشت كتابه بتحب تشتغلي معهم، بتحب تتعاملي معهم كمان؟ اكيد. انا يعني بحب اتعامل مع الاستاذ سمير السفير. الاستاذ سمير السفير يعني هيدا عملاق بكل شيء، بشخص فنان بكل ما في الكلمه من معنى، وبحب الحانه وبحب الطريقه، بحب صراحته